والتبريك للشعب الليبي الحر الذي هزم نتقدم بالتهنئة والتبريك للشعب الليبي الحر الذي هزم ملك ملوك افريقيا وانتصر على الحاكم المجنون معمر قدافي. فنقول مبروك للليبيين ومبروك لجميع الشعوب العربية الذواقة للحرية، الذواقة للكرامة، الذواقة للعدالة الاجتماعية. هذه الثورات العربية أكدت وما زالت تؤكد على أن صوت فوق صوت الشعب، على أن سلطة بدون الشعب. هذه الثورات شعارها واحد: الشعب الليبي أحب من أحب وكره من كره. عاش الشعب، 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 عاش الشعب. في هذا الإطار نعلن للرأي العام الدولي والوطني ما يلي: أولا، مقاطعتنا لمهزلة انتخابات وندعو جميع المواطنين والمواطنات لمقاطعتها. ثانيا، تشبثنا بمطالب حركة 20 فبراير في تغيير الدستور، في حل الحكومة، في إسقاط البرلمان. ثالثا، نؤكد على أن حركة 20 فبراير حركة واحدة وموحدة، حركة سلمية في فعلها النضالي. رابعا، ندعو جميع الجماهير الشعبية أن تشارك بقوة وفعالية في المسيرة التي ستنظم في 30 أكتوبر من هذا الشهر الحسني، ثم المشاركة في المسيرة التي ستكون في 13 نوفمبر بحي بورنزيل. وفي الختام نقولها كما قالها الرجل العظيم عمر المختار ورددها معه الشعب الليبي: نحن لا نستسلم، نموت أو ننتصر. وتحية لجميع الجماهير.